شيماء، يا شيماء، انت يا شيماء. الو. ايوه يا عماد. انت فين يا هانم لحد دلوقتي؟ انا في دريم بارك يا حبيبي. ما انت عارف لو ما اتمرجحتش في دريم بارك بيجرالي حاجه. وكمان ليكي نفس تهزري؟ انت فين لحد دلوقتي بقولك؟ هكون فين يعني يا عماد؟ مهروسه جوه المترو وجايه في السكه اهو. انا جعان جعان يا هانم، وانت لسه مرجعتيش لحد دلوقتي، ومفيش اي حاجة في البيت تتاكل. طيب بقول لك ايه يا حبيبي، ادخل نام لك ساعتين اكون رجعت وعملت الاكل. ماشي، باي بقى. هركب الصاروخ واجيلك. صاروخ؟ الولية ليها نفس تهرج وانا هموت من الجوع. ماشي يا شيماء، ان مركبتك صاروخ يوديكي لامك مبقاش انا عماد. شيماء قفلت التليفون وسرحت لما كانت مخطوبة لعماد. عماد حبيبي، وحشتني قوي، بقالي اسبوع ما شفتكش. ازيك يا شيماء يا قلبي؟ انا جاي في السكة، اجهزي علشان هنخرج بسرعة. بجد يا عماد، انا مش مصدقه نفسي. انت اول مره تخرجني من ساعه ما خطبتني. هتوديني فين بقى؟ لا دي مفاجأة، مش ناوي احرقها. شيماء طبعا كانت بتتنطط من كتر الفرحة إن عماد أخيرا هيخرجها وتتفشخر بقى قدام صحباتها وأهلها. شيماء لبست اللي على الحبل زي ما بيقول وزوقت نفسها على الآخر. وجه عماد وسلم على مامتها وباباها، كان مستعجل. يا ابني اقعد اشرب حاجه ولا كل لقمه. معلش يا طنط، انا مستعجل، احسن الميعاد كده ممكن يروح علينا. ميعاد ايه يا ابني؟ في اللحظة دي جت شيماء من جوه. ها، يلا يا شيماء. يلا يا مودي. احنا هنروح فين يا عماد؟ هنركب المترو. على فين؟ محطة السيدة زينب يا شوشو. اصبري بقى هقطع التذكرة. شيماء سكتت وقالت بلاش أسأل كتير علشان أتفاجئ. أنا نفسي أتفاجئ قوي. شيماء وعماد ركبوا ونزلوا المحطة المنشودة ومشوا شوية حلوين، وفجأة لقت نفسها قدام مستشفى. حبيبي، هو احنا جايين هنا ليه؟ مش قلتلك هفاجئك؟ انا متفاجئة جدا، بس عاوز اعرف، هما فتحوا كافيه جوه المستشفى وقلت توديني فيه يعني مثلا؟ بيقدموا عصير في ازايز المحلول، ولا بيدوا الناس القهوة في سرنجات، ولا بيقدموا الاكل على ترابيزة العمليات يا عماد؟ ولا اقولك انا فهمت، هما فتحوا ملاهي وبيزحلقوا الناس في اوض الاشعة. ايه الهبل اللي بتقوليه ده يا شيماء؟ كافيه ايه وملاهي ايه؟ احنا جايين نزور خالتي علشان عاملة عملية، ولازم تيجي تشوفيها برضو، ولا امي هتقلب عليكي؟ غلطان انا؟ شيماء بعد ما عماد اتكلم كانت حاسة ان الدم ضرب في نافوخها وهيجيلها جلطة منه من عمايله فيها. طيب إلهي يا عماد، عربية تسفلتك والناس ما تاخدش بالها منك ويروحوا ويجوا عليك بالجزم. يعني يا وكستي. شيماء رجعت وجابت الخضار وطلعت جري على البيت علشان تلحق تخلص الأكل قبل عماد ما يصحى، ودخلت على المطبخ وبقالها يا عين أمها ساعة ونص واقفة على رجليها ما قعدتش. وفجأة لقت عاصفة الصحراء داخلة عليها. ايه يا هانم، انت لسه ما خلصتيش الاكل؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في إيه يا حبيبي؟ مش شايفني وأنا بعمل بروتة في قلب المطبخ حوالين نفسي وعمال أعمل في الأكل؟ حاضر يا عماد، حاضر، هخلص الأكل حاضر. بروتة؟ انت بتهزري يا هانم، وانا هموت من الجوع بجد. عماد، أهزر بدل السكينة من غير ما أقصد تخش في بطنك تطلع من مناخيرك من غير ما أقصد. استهدى بالله كده يا حبيبي واقعد ربع ساعة والأكل هيكون على الترابيزة.
طبعا شيماء خلصت وأكلت عماد اللي كان فاضله تكة وهياكل دراعها. لقد تم شحن الكرش بنجاح. مفيش بقى، تسلم ايدك يا شوشو. ها، على ايه ان شاء الله؟ على تأخير الاكل؟ وانا كنت هموت من الجوع يا شيخة. إلهي يجيلك ويحط عليك يا عماد يا ابن ام عماد يا رب. يا انا يا وكستي. شيماء بعد ما خلصت كل شغل البيت قعدت قدام التلفزيون في الروقان بتتفرج على نور ومهند وسرحانة مع مهند وبتتحسر على زهرة شبابها اللي اتحولت لبرسيم مع عماد. وفجأة لقيته داخل عليها. شيماء يا شيماء. ايه يا عماد، في ايه؟ بقالي ساعة بنادي، سرحانة في ايه؟ هكون سرحانة في ايه يعني؟ بتفرج على المسلسل. خير خير يا عماد، اوعى تقولي ان المخزون الاستراتيجي من الاكل اللي انت اكلته خلص. لا يا نصحى، انا عاوز كوباية شاي مظبوطة. شيماء قامت وهي هتفرقع من جنابها من عماد وعمايله السودة فيها، وبتلوم نفسها انها من ساعة خروجة المستشفى كان لازم تفسخ الخطوبة السودة دي. شيماء طبعا رجعت مدخنة وبتطلع نار من ودانها بسبب عماد. وأول ما دخلت من باب الشقة شافت مامتها مستنياها والابتسامة من الودن دي للودن دي. ايوه يا عم، لعبت معاك، شكلك راجعة مبسوطة. ايوه يا ماما، انا هفرقع من الانبساط، هيجيلي جلطة من كتر ما انا مبسوطة الصراحة. ارحميني يا ماما، انتي لو ما فسختيش خطوبتي من الكائن اللي اسمه عماد ده هموتهولكوا. في ايه يا بنتي؟ ده منظر واحدة راجعة من خروجة مع خطيبها. خروجة الهنا والسعد. انت عارفة يا ماما البيه كان موديني فين؟ اكيد مكان جميل زيك يا جميل. زيي؟ ليه يا ماما؟ وانا شبه الحقنة؟ حقنة؟ ليه؟ هو وداكي فين بالظبط؟ المستشفى. يا لهوي، ليه الفال الوحش ده؟ قال علشان نزور خالته المصون، احسن ام الكنتيسة ام عماد تغضب عليه. يا عماد يا ابن المفقعة. أم شيماء مش عاوزة تقول حاجة أحسن بنتها تصر على فسخ الخطوبة، وفي نفس الوقت مش عاجبها اللي عمله عماد. طب معلش يا حبيبتي، تلقاه عمل كده علشان اهله يحبوكي برضو، حبيته عقربة البعيد. عيب كده بقى، ده خطيبك برضو. ماما ابوس ايدك، مش عاوزة الخطوبة دي. انت اتجننتي يا بت؟ انت عاوزة تشمتي طنط اعتماد فينا؟ يعني هو انا علشان ما شمتش طنط اعتماد البس انا في عماد؟ بقولك ايه، استهدي بالله كده وروقي، ده عين طنط اعتماد انا عارفاه، راشقة في حياتنا. ما يلا يا شيماء، كل ده في كوباية شاي؟ حرام عليكي. شيماء رجعت من المطبخ وفي ايدها كوباية الشاي، لقت عماد جايب قناة الأغاني وبيتفرج على هيفا ومندمج. ايوه، هي دي الستات ولا بلاش. شيماء كان هيجيلها حول من اللي شافته. يانا وكستي.